مساء الخير والعافية لكل المتابعين. من الوصفات الطيبة بالمعجنات خصوصا اللي يحبون المعجنات وملوا من البيتزا والفطائر ولحم بعجين. اليوم راح نسوي أطيب خبز بحشوتين، بحشوة البوتيتا السلق وحشوة الجبن والكرفس. أول شي نقول بسم الله ونبدي نحضر العجينة. مثل ما تشوفون هنا خليت خاشوقة من الخمرة وتقريبا خاشوقتين من الزبادي أو الروب حسب المتوفر عندكم، وبعدين ضفت تقريبا كوبين من المي الدافي وأخلطهم هاي المكونات سوية، المي الدافي والخمرة والزبادي. من بعدها راح نضيف تقريبا كوب واحد من الطحين مبدئيا، يعني نضيف 1 كوب من الطحين ونخلطه ويا باقي المكونات. أخلطها كل زين لحد ما تكون عندنا عجينة سائلة نوعا ما مثل ما تشوفون، وهذا شكلها. هذا راح تكون التخميرة للعجينة، يعني خليت سويت هذا الخليط وأتركه تقريبا فد ربع ساعة إلى نص ساعة من تبدي تتفاعل الخمرة ويا باقي المكونات تكون عندنا جاهزة حتى نبدي نضيف باقي المكونات ونعجن عجينة الخبز اللي راح نسويه وياكم. بعدين هنا أنا ضفت عندي تقريبا نص كوب من الكرافس، أنا هنا مفرسته مثل ما تشوفون هيك شكله، ضفته على هذا السائل الخليط. طبعا هنا أنا الكرفس اختياري، اللي عنده معدنوس اللي يحبش بنت بدال الكرفس، بس أنا أحب دائما الكرفس ويا المعجنات ينطي طعم أطيب. مثل ما تشوفون عندي هذا الكرفس مفرسته، وإذا عندكم مفرش طبعا بعد يكون أطيب ونكهته أقوى. خليت الكرفس ويا الخليط، وهنا عندي بيضة واحدة همينة ضفتها، وضفت تقريبا خاشوقة واحدة من الكركم على هذا الخليط السائل، وأخلطه كل زين وأمزج كل المكونات سوية. هسه نبدي نضيف الزيت. هنا أنا خليت تقريبا ربع كوب من الزيت، ومن بعدها راح نبدي نكون العجينة ونضيف باقي الطحين. هنا أنا مثل ما تشوفون عندي هذا كيس الطحين تقريبا بكيلو أو حوالي 5 أو 6 أكواب من الطحين، أضيفه كله على الخليط السائل وأبدي أحرك بيه بالخاشوقة لحد ما تكون عندنا شوية عجينة متماسكة، وبعدين أبدي أعجنها بإيدي بهذا الشكل، أحركها بالخاشوقة. طبعا أكيد رشة الملح مو تنسوها، وإذا تحبون شوية بيكنج باودر تخلون ويا العجينة. المهم أبدي أحرك بيها بهذا الشكل لحد ما أشوفها إنه بدأت تتماسك وما تحتاج بعد طحين، والسوائل همينة كافية لهاي العجينة. أبدي أعجنها بإيدي لحد ما تكون عندنا عجينة متماسكة وملسة. وأكيد هاي الخطوة تحتاج شوية زبد، تقريبا هنا ضفت نص قالب زبد حتى تكون العجينة عندنا ملسة كل زين ومتماسكة، وتصير عندنا بالخبز تصير لونها ذهبية وحلوة. هنا أنا بديت أعجن بإيدي مثل ما تشوفون لحد ما تتماسك عندنا العجينة ونخلص من كل التكتلات اللي بيها. كملنا عجنها وصارت تمام. هسه أغطيها وأتركها أقل شي فد 5 ساعات حتى تختمر كل زين. وإذا تحبون تسووها وتعجنوها قبل الليل وتخلوها بالثلاجة همينة عادي. سنتركها تختمر العجينة ونبدي نحضر الحشوات اللي نحتاجها لهذا النوع من الخبز. هنا غسلت البوتيتا وخليت لها كمية من المي، وراح أخليها على النار حتى تنسلق، وبعدين نهرسها لحد ما تنسلق عندنا البوتيتا. راح نبدي نسوي الحشوة الثانية اللي هي جبن، هذا نوع من الجبن الفتة أو جبن عرب أو جبن ناشف. أفتته بهذا الشكل، ووراها راح أضيف لها همينة كرفس، همينة عندي كرفس مجمدته ومفرسته، راح أضيفه وهمينة أخلطه وياهم سوية ويا الجبن.
وبعد راح أضيف ويا الجبن الناشف والكرافس راح أضيف جبنة الموزاريلا أو جبنة البيتزا. ضفت كمية من هذا الجبن، وهمينة راح أخلط هاي الثلاث مكونات سوية، صار عندنا جبن ناشف وكرافس وجبنة الموزاريلا. هاي الحشوة صارت عندنا جاهزة. ننتظر البوتيتا تنسلق حتى نبدي نحضر الحشوة، حشوة البوتيتا السلق. هنا قاعد أتأكد إنه البوتيتا انسلقت كل زين حتى نقدر نهرسها بسهولة. المهم أخذها أكيد أغسلها وتبرد شوية وأبدي أقشرها حتى تكون عندنا جاهزة بهذا الشكل. وهنا أنا أبدي أهرسها بالشوكة، أو عندكم هراسة أو محضرة الطعام تضربوها حتى تنهرس كلش ناعم، حتى نشوف بعدين شنو نخليه وياها بعد مكونات حتى تنطينا طعم طيب ويا الخبز اللي راح نجهزه. من بعد ما هرسنا البوتيتا اللي سلقناها، هنا ضفت شوية من البصل الأخضر عندي، راح أحمسه بشوية زيت أو شوية زبدة من ينطي طعم طيب بهاي الحشوة. حمست البصل الأخضر، وإذا ما عندكم بصل أخضر أكيد بصل عادي شوية، بس على مود ينطينا طعم للحشوة. وهنا عندنا هاي البوتيتا اللي هرسناها سوية، راح أضيفها فوقات البصل اللي حمسناه، وراح أبدي أحركه حتى ياخذ طعم كلش طيب من الزيت أو الزبد والبصل المحموس الأخضر. أثناء ما أحمس بالبوتيتا راح أضيف لها شوية كركم، فلفل أسود، بابريكا، وحسب نكهة انتو اللي تحبوها، حسب البهار اللي انتو ترغبوا له وتحبون تضيفوه تخلوه ويا هاي البوتيتا. طبعا تنحمس شوية وتاخذ نكهة طيبة، وأطفي عليها النار وأتركها شوية تبرد حتى نخلي لها باقي الإضافات، ونبدي نسوي خبز طيب بهذه الحشوات. أنقل البوتيتا بهذه الكاسة حتى تبرد، وأضيف لها بعد هاي الإضافات الاختيارية. هنا عندي تقريبا خليت خاشوقة من الجبن الكريمي، وهمينة خليت شوية كرفس ورشة ملح مو ننساها للبوتيتا. خليت هذا الجبن الكريمي طبعا ينطي طعم طيب، واللي ما يرغب له أكيد حد يضيف من عنده. فخليت هاي المكونات سوية، وراح أبدي أخلطها كل زين وأتركها تبرد، ونبدي نروح نشوف العجينة عندنا اختمرت وصارت جاهزة. مثل ما تشوفون هذا شكلها كلش حلو، اختمرت براحتها، مو على السريع ساعة أو أقل من ساعة، لا خليتها 5 أو 6 ساعات لحد ما تختمر تماما وعلى راحتها. صارت عندنا العجينة جاهزة ومختمرة، وحشوة الجبن والكرافس جاهزة، والحشوة الثانية حشوة البوتيتا السلق همينة صارت عندنا جاهزة. هسه نبدي نحضر أطيب خبز. شكل العجينة وقوامها متماسكة، يعني وطرية جدا. أبدي أكورها وأقطعها قطع متساوية، أخليهم على رشة طحين وأجهزهم، وبعدين أبدي أفتحها وأخلي بالحشوات مثل ما تشوفون. هاي الطريقة قدامكم سويتها بالتفصيل. أبدي أفتح قطعة من العجين، أسويها أفتحها بشكل خفيف نوعا ما، مو كلش خفيفة حتى لا تنفتح عندكم أثناء ما تلموها أو من بعد ما تشوها. أفتحها بشكل يعني سمكها تكون متوسط. مثل ما شوف فتحتها بهذا الشكل، وأبدي أخلي الحشوة الأولى خليت حشوة الكرافس وجهزتها ومحضرة أني صواني الفرن، وخليتهم خلي عليهم ورق زبدة. وأبدي هنا الحشوة الثانية مثل ما تشوفون هاي حشوة البوتيتا أفتحها همينة بشكل متساوي ويا العجين، وأبدي بعدين ألم العجينة على الحشوة وأفتحها بشكل مثل الصمون. هي راح تنفخ عندكم أثناء ما نشويها أو نخبزها، راح تنفخ عندكم وراح تستوي الحشوة بداخلها، مع أنه هي الحشوة مستوية حشوة البوتيتا. مثل ما تشوفون هذا شكلها كملت الصينيتين، واختمرن كل زين حتى من بعد ما
شكلتهم وسويتهم بهذه الأقراص، أتركهم همين ربع ساعة تختمر كل زين، أو تختمر بعد أكثر، حتى أثناء الشوي تنفخ عندنا الخبزة ويصير شكلها مثل شكل الصمون. إذا حبيتوا تدهنون وجه هذا الخبز بزبدة أو بيض أو أي شيء انتوا تحبوانه، دائما ما أحب يعني أدهن وجه المعجنات أو المخبوزات، أحب تاخذ هذا اللون الطبيعي، لون الخبز أو لون المعجنات، مثل ما تشوفون هذا شكله وهذا لونه الحلو بدون ما أدهن يعني وجهها بأي شيء. حتى من جوا شلون مستوية ومنتفخة، وريحتها طبعا ما أحكي لكم على الريحة اللي ترست البيت. كملت الصينية الأولى وبديت أشوي الصينية الثانية. طبعا الفرن أنا مشغلته من فوق ومن جوا وحرارته كلش عالية حتى متى يبس عندكم وتنخبز بسرعة وتاخذ هذا اللون الحلو. هذا شكلها الحلو، طعمها الطيب، ونوع من أنواع يعني تغيير من أنواع المعجنات والمخبوزات، تنفع عصرونية للعشاء وحتى للريوق ويا الشاي، كلش طيبة. أتمنى تجربوها وتعجبكم، وسويت هاي الخطوات وياكم بالتفصيل حتى ما تخطئون بالمقادير وبطريقة التحضير. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، وأهم شي تفعلون جرس الإشعارات حتى يوصل لكم إشعار بكل الفيديوهات اللي أنزلها. شكرا لحسن وطيب متابعتكم، ونلتقي فيديوهات جديدة قادمة إن شاء الله.